السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو انت جديدة يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. حد يصدق ان القمر ده معمول بصدر فرخة بس؟ حاجة كده تحفة، اللي هم بارك بصوا، جوسي وجميلة وتحفة. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة اقتصادية، هنعمل بصدر فرخة بس تأكلي بيتك وجيرانك، وحاجة اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. معلقة زبدة بس هنعمل القمر ده. أول حاجة حطيت كده معلقتين من الزيت، وحطيت ده صدر فرخة يا جماعة عندي، قطعته كده قطع، وحطيت عليه شوية من البهارات، كاري وبصل بودر، توم بودر، شوية ملح، شوية فلفل، ومعلقتين كبار من الخل الأبيض، وقلبت كله بعضه. في شطة اختياري زي ما انت عايزة، حطيتها صدمة على النار، وأول ما ابتدت تغير لونها كنت مقطعة قطع من الفلفل وقطع من البصل، قلبتهم على طول على بعض وركنتها هي بتنزل ميتها وبتستوى فيها. انا عملت نص كيلو من المكرونه، حطيت كيلو من اللبن، نزلته كده بقشطته، ومعايا كمان كوبايه كبيره من الشوربه، ولو ما عندكيش تقدري تحطي ميدي. على الكيلو لبن استخدمت كوبايه كبيره من الدقيق. كوبايه الدقيق على كيلو اللبن بتديني القوام اللي انتوا شايفينه. لو حسيتي ان القوام تقيل معاكي تقدري تزودي لبن. حطيت شويه ملح وشويه فلفل وبس، مش اكتر من كده. دول معلقتين من القشطه يا جماعه، بيبقوا عندنا كلنا في التلاجة، بتعزز الطعم جدا. وحطيت كمان كبشه من الموتزاريلا، تعمل طعم تحفه جدا جدا جدا. وقلبت كده في بعضه لحد ما القوام ابتدى ان هو يتقل معايا. كل البشاميل دي والصينيه دي كلها يا جماعه معموله بمعلقه زبده واحده. الاكل دي اقتصاديه وموفره، وفي نفس الوقت بتعمليها لولادك، بتبسطهم وتفرحهم، يعني اكله موفره. خلاص كده البشاميل طخن معايا، رصيت رصه فوق ورصه تحت، و دخلتها الفرن على درجه حراره 180. رشيت كده البشاميل بتاعي تحت، وبعدين حطيت المكرونة، وبرضو انا رش على المكرونة من البشاميل، وبعد كده حطيت عليها صدور الفراخ، وبعدين حطيت الطبقة التانية من المكرونة، وبعد كده الطبقة الأخيرة اللي هي البشاميل. أنا زودتها في الفرن بتاعي حوالي ساعة إلا ربع. ما بتاخدش اي وقت، ممكن كمان نص ساعة تحطيها من فوق. دي شكلها يا جماعة، ضفت لها موتزاريلا من بره، دي شكلها في النهاية. بتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.